السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة كده حبيت اعمل لكم كده تحلية سريعة، جيت اجيبها لقيتها ب350 جنيه، والموضوع مش مستاهل 350 جنيه. انا كان عندي ربع كيلو كنافة زي ما انتوا شايفين وحطيته في الفريزر، وبدأت ان انا اكسرها وحطيتها معايا زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ان انتي تجمديها في الفريزر بس بقى، وبايديك تكسري. تجيبي بقى طاسة حلوة كده، تبتدي بقى تحطي معلقتين بقى سمنة، معلقتين زبدة، المتاح عندك تحطيه. انا هنا حطيت زبدة صفرا، حتى المرطة بتاعتها هي باينة اللي بتبقى في الاخر. هنا بقى بقدحها كويس، وهنزل بقى بالكنافة اللي انا كسرتها خالص. هفضل اقلب 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 اهو زي ما انتوا شايفين، وابتدي بقى هنا بالنار اعلي واوطي، بحيث ان انا عايزه الكنافه كلها تاخد لون واحد، مش عايزه حته تغمق وحته لا. فانتي توطي ما تحسي ان الطاسه بردت معاكي تعلي. انتي في ايدك ان انتي تظبطي الدنيا بتاعتك. اهم حاجه دي يعني هي دي نجاحها، ان انتي تحمريها وتديها اللون الذهبي الغامق سنه، لانك لما بتقعديها بتفتحي معاكي وتريح. واحنا عايزينها تبقى الطعم بتاعها فيه القرقشه والقرمشه بتاعت المحلات الجاهزه. او زي ما انتوا شايفين بقى انا هنا بقلب. هبتدي احط حته زبده صغيره كمان اهي. ابقى بقى مجهزه ربع كيلو، انا حطيت عليه 3 معالق سكر. سكر بودر بقى، سكر صحيح، يعني ايا كان مش هتفرق، لان سخونيه الكنافة هنا مع النار مع الزبدة هتلاقي السخونية سيحت معاكي السكر وبقى خد ودة، بس ما بحطوش دلوقتي. هبتدي بقى هنا في الوقت ده اللي انا انزل بيه بالسكر اهو، ونزلت بحتة سمنة تاني زي ما انا اللي انا قلتلكوا عليها. هبتدي بقى ان انا انزل بقى بالسكر واقلب بقى، وهقلب اقلب اهو زي ما انتوا شايفين وشايفيني انا بعلي النار شوية واطيها شوية، بحيث ان انا عايزه الكنافه كلها تبقى واخده لون واحد. هي كل القصه في التحمير بتاعها، ان انتي تطولي بالك عليها لحد بس تتحمر معاكي وتقرمش معاكي كده. خلاص اهي كده بدأت تدخل في ان هي تتحمر معايا. هنزل بقى اهي اهو كده، بدأت اهي تتحمر خلاص. تمام، السكر بقى اخر حاجه هحطها، وبعديها بقى اهو. لو وصلتِ معايا للمرحلة دي، لو سمحتِ ممكن تشرفيني بمتابعة. أهو معايا هانزل بقى بالسكر معايا. أنا حابة إن أنا أمشي معاكم خطوة بخطوة في المرحلة دي، لأن هي دي نجاح الكنافة اللي بتجيبيها جاهزة وبتجيبيها غالية جدًا. كبات الكنافة دي اللي بتبقى 12 بقى على حسب يعني العدد المتاح، بس صدقوني والله ال12 كاب صغير أوي عاملين 350 جنيه، أنا مش فاهمة ليه، والموضوع بسيط جدًا جدًا. هنا خلاص أهو، شايفين السكر، أنا كنت حاطة سكر بودر. هنا بقى انا جيت في الكريمه بتاعتها. الكريمه بقى هقول لكم سهله جدا جدا. اهي معايا كوبايه لبن، وطبعا القشطه بس لسه مش هحطها دلوقتي. هبتدي احط معلقتين نشا، كانك بتعملي كده مهلبيه بالظبط. وافتح معاهم كيس فانيليا. وهنا هقلب بقى واخلي كل ده على البارد. كل ده على البارد هقلب بقى اقلب كده، وهبتدي ان انا اخد كل الكلام ده اروح على البوتاجاز. وهخلي بالي لان محطوط النشا مع اللبن، واوام ما بياخدش وقت. يعني انا مش عايزاها تبقى معاكي هيلثي كده وخفيفة، مش عايزاها تبقى ماسكة في نفسها قوي. اهو هنا قلبت هنا، وهنزل بقى بمعلقة القشطة الحلوة كده. تمام، هقلب بقى. خلي بالكم بقى وانتي على النار كده مش معلية قوي. بصوا ما خدتش وقت معانا اهي، هتبتدي ان هي بقى في ثانية هتلاقيها مسكت. يعني وانتي بتقلبي تبقي واخدة بالك، علشان المهلبية بتاعتها او الكريمة البيضة بتاعتها انا مش عايزاها تقيلة، انا عايزاها خفيفة اهي زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى هنا انزلها من على البوتاجاز، خلاص استوت معايا. والموضوع بسيط قوي، ما خدش معايا وقت خالص خالص. اهو هشيلها بقى من على البوتاجاز خلاص كده. هبتدي بقى ان انا اروح بقى اجهز الكاسات بتاعتي، اجهز كبات، اجهز اي حاجه المتاحه عندك اطباق حلويات الخشاف دي. هبتدي بقى احط طبقه كده من
الكنافة اللي انا حطيت معاها السكر. هبتدي بقى انزل بالكريمة البيضة اهو، هحط كده طبقة وهرجع تاني احط طبقة كنافة. هنا تهبزي الحاجة كده بحيث ان انتي تخليها كلها تنزل في بعض. هبتدي بقى احط طبقة تانية، بس مش هضغط، لان كده كده انا مش عايزة الضغطة لسبب، انا مش عايزها تريح، مش عايزة الكنافة تبقى طرية، انا عايزاها تبقى واخدة القرمشة بتاعت الجاهز. هنا حطيت طبقة تاني، وهبتدي بقى انا اهو بخلة كده هبتدي ان انا اوسع الكنافة اللي كده ادخلها اخليها تخش في الكريمة. هبتدي بقى هنا اغطي بشوية مانجا، كان عندي مانجاية بصراحة، ما كانش عندي اكتر. المانجاية هنا وزعتها بقى على اهو الكاسات زي ما انتوا شايفين. و... وصدقوني الطعم تحفة والشكل تحفة. وارجو المتابعة، ويا رب كل اللي بعمله ينور اعجابكم. باي باي.